ما هو الكلام كان في المال وفي الهيصه اللي قالها دي، لان المال كل ما يتوول ومنه الجنتين اللي فيها نخل وفيها عنب وفيها زرع وفيها ثمر وفيها مش عارف ايه. والبنون، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. دي بالدنيا يدينا العناصر الأساسية في فتنة الناس، مال وبنون، المال والبنون. ويجي يقول لك بقى مثلا قدم المال، ده المال أعز من الإبل. نقول له لا، بس المال عام في المخاطب، ولكن البنون خصوصية. في واحد ما عندوش بنون، إنما كل واحد عنده إيه؟ مال، ولو إن شاء الله يكونوا هدوم اللي عنده. وأيضا البنون لا تأتي إلا بالمال، لأنه عايز يتجوز ويجيب مرأة وبعدين يتناسل وبعدين يبقى كل واحد له إيه؟ له مال، إنما مش كل واحد له إيه؟ بنون. والحكم جاي قضية عامة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. كلمة زينة دي اوعى تفتكر انها ضرورة في الحياة. في واحد لا عنده مال ولا عنده بنون ويعيش ايه؟ ويعيش سعيد ومبسوط 24 سنة. في واحد عنده مال والمال يطلمسه ويوديه في داهية، والبنون يطلعوا عليه زي مش عارف ايه، ويطلع يخيب خيبة يود لو انه مات قبلها. الله، يبقى اذا قال لك المال ده هو البنون زينة بس، ما بيمثلوش ضرورية في الحياة. لأن الإنسان الراضي يستطيع أن يعيش بدون مال وبدون بنون، ويبقى برضه مؤمن وكل حاجة وراضي وكل مش عارف إيه. ويقول لك مالوش بنون، افرض إن هو ما اتجوزش، لأن الجواز مباح، ما فيش فرض إننا نتجوز كده ويجيب بنون. وفي واحد ما يجي يتجوز ولا يجيبش بنون، يقول لك بس هي دي العقدة اللي عند كثير من الإيه؟ كثير من الناس. يبقى كدر وزعلان ويزعل المرأة ويزعل هو وأمه تنها تنخس في الست، تقول لها مش هتشوفي حالتك ولا مش عارف ايه، زي ما بنشوف ومش عارف ايه. ممكن يقولوا له اتجوز تاني، شغلانه تشتغل في البيوت، ولا روح لقح ولا اعمل بويضه ولا اعمل مش عارف ايه، شغلانه. لكن لو علم ان الايجاب من الله نعمه والسلب من الله نعمه، ولذلك شوف لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء عقيما. إذا فالجعل عقيم هبة من الله، فلو قبلها إنسان يقول له ربنا قبلتها مني فسأجعل كل شاب في الأرض أحسن من ابنك، وتنظر له نظرة ولا تتعب لا في تربية ولا تتعب راح الواد فين ولا جه منين ولا تلم على ايه ولا عمل ايه ولا تتعب في اي حاجة ابدا، وتلتفت تلاقي كل واحد ايه؟ كلهم ابناء. ولما وعندنا برضو الناس اللي كانوا يزعلوا لما يجي لهم بنت واذا بشر ايه؟ احدهم بالانثى ايه؟ ظل وجهه مسودا، عايز ولد قال عشان يبقى سنده ويبقى مش عارف ايه ويبقى عزه. لا، عزك بالله ايها المؤمن، عزك يمكن هو اللي يجي يذلك، هو اللي يجي ايه؟ يذلك. ولما تيجي الانثى يزعل ومش عارف، نقول له والله لو استقبلت الانثى بالفرح لانها هبه من الله لكانت سببا في ان ياتي لها زوج ابر لك من ويقعد في خدمتك ويمكن سايب اهله، وتاخده انت وهو اللي مش عارف يقوم لك بمصالحك وهو اللي يعمل مش عارف ايه. ولذلك كل اللي يفرح ببنت عنده يقول له طيب انت فرحت هجيب لك بها ولد ما تعملش في تربيه جاهز. المال والبنون زينة مش ضرورة في الحياة، يستطيع الإنسان أن يعيش بإيه؟ بدونها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حددوا الدنيا بالنسبة لأنفسكم عشان ترتاحوا. الدنيا دي كلها إيه؟ إيه هي الدنيا دي كلها؟ أنا ما أعرفش متى أنتقل إلى الله. إذن هي الدنيا بتاعت اللحظة اللي ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. هي دي. من أصبح معافى في بدنه، صحته كويسة، آمنا في سربه، ما حدش بيهدده ولا بيخوفه، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هي دي الدنيا. تبقى إذا الحاجات التانية تبقى زينة ولا مش زينة؟ نعم. والباقيات الصالحات خير، لأن المال مش هيجي وياك
والبنون مش هيمسكوا النعش يقولوا لا ما يمكنش يندفن يقعد ويانا. ها ابدا، لا هيحصل دي ولا دي. المال والبنون زينة الحياة والباقيات الصالحات خير. سيدنا رسول الله لما اهديت له شاه وستنا عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها كانت تعرف ان النبي بيحب لحم الكتف، لحم الرقيق كده مش الهبره، لحم الرقيق كده، فحشت له الكتف. فلما جه قال لها ماذا صنعت يا الشاه؟ قالت كلها ذهب، يعني تصدقت به الا كتفها. فضحك رسول الله وقال كلها بقي الا كتفها. ليس لك من مالك الا ما اكلت ايه او لبست فابليت او تصدقت فابقيت. يبقى اللي بقي اللي راح. والباقيات الصالحات خير. والى لقاء اخر ان شاء الله.